اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة هويدا زغلول، ويلا بينا نبدأ قصتنا. في البداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي محمد، عندي 32 سنة، عايش مع أبويا وأمي. وفي يوم لقيت ماما داخلة عليا. أنت لسه نايم؟ حرام عليك، قوم اصحى كده. إيه اللي أنت عملته في أختك امبارح ده؟ بقى يا أهبل تخلي أختك تنام على السلم؟ صباح الهنا يا ماما. وبعدين في إيه؟ بسمع كلام بابا. مش هو قال اللي هيرجع البيت بعد الساعة 10 مش هيدخل الشقة؟ والهانم بقى راجع الساعة 10:05 بالظبط. هعمل فيك ايه؟ حرام عليك، الكلام ده ليك انت واخواتك الرجاله مش البنات خالص. وبعدين هي كانت عند عمتك عشان بتجيب العلاج لابوك. ايه ده؟ هي عمتي فتحت صيدليه امتى يا ماما؟ لا بقول لك ايه، انا زهقت من الكلام معاك. لما ابوك يصحى بس ويشوف هيعمل فيك ايه. الله، ولا هيعمل اي حاجه. بقول لك يا ماما اعملي فطار، انا عايز بيض بالبسطرمه وعايز بيض مسلوق ايه حلك كفايه. قوم من مكانك خليني اخلص اللي ورايا. وبعدها قام وخرج على السفرة ومسك موبايل أخته ليلى وشاف رسالة من آلاء وبتقول: يا بنتي ما تأخريش عليا، انتي وحشاني قوي والله. ايه ده يا عالم؟ ياهو تعالوا شوفوا الأخت المحترمة بتعمل ايه. وكل اللي في البيت خرج، ومحمد خبط على باب حسام خطيب ليلى. في ايه يا محمد؟ بتتخانق مع ابوك ولا ايه؟ صوتك عالي كده ليه؟ تعالى شوف الهانم المحترمة بتعمل ايه. ما هو لو انت مالي عنيها عمرها ما كانت هتفكر تعمل كده. الله يخرب بيتك، هو في حد محترم يقول على اخته الكلام ده؟ اخرس. هو في ايه؟ وانت اخد تليفوني ليه؟ ده من اعمل لكم سلط عليكم. يا ليلى هانم تعرف راجل عليك. اخرس يا قليل الادب. ايوه يا واد اخرس. الله اخرس يا حيوان. ايه ده؟ وانت يا حسام ما قلتش معاهم ليه؟ ما علينا. شوف الاستاذ اللي اسمه علاء، شوف بقى هتلاقي بيقول لها ايه. مع الاخر الزمن اختي تكون عارفه راجل على خطيبها. يا ابني اخرس بقى، عمال تعك الدنيا. دي آلاء زميلتها وانا عارفها كويس قوي. قولوا المصحف. حقك عليا يا حسام، انت عارف الاستاذ عامل ازاي. تعالى يا ابني افطر معانا، تعالى. يفطر فينا بابا؟ ما انت بتقعد تزعل اكل لما يخلص. اتكل انت على الله يا حسام. لا معلش، انا ماما قاعده جوه مستنيني افطر معاها وبعدها اروح الشغل. عاجبك كده؟ حرام عليك والله اللي انت بتعملوه فينا ده يا اخي. خلاص بقى خلصنا، قلت اسف. وبعدين يعني هو انت خريجه الجامعه الامريكيه؟ ما تسجلي اسماء بالعربي. ادخلي انت البسي يا ليلى يا بنتي عشان ما تاخريش على شغلك. ادخلي يا بنتي ادخلي. وانت يا واد انت، بقول لك ايه، والله لو ما اتغيرتش ولا اتعدلت والله ما تعرف انا هعمل فيك ايه. هتعمل فيا ايه اكتر من اللي بتعمله معايا؟ انا داخله افطر. ما فيش فطار، يلا روح على شغلك. الله. وبعدها نزل الشغل وكانت اسماء وسمر قاعدين. حبيب القلب جه اهو. اللبس الغريب اللي هو لابسه ده، بطلي تريقه عليه. وبعدها اخدت الكيكه وراحت له: ازيك يا محمد عامل ايه؟ انا عملت كيكه الصبح وقلت والله ما حد هياكل منها الا لما تيجي، وانت اول واحد تاكل منها. بجد انت جدعه قوي، ما تعرفش انا جعان ازاي. ايه ده؟ طعمها وحش قوي. ايه ليه؟ والله ده انا عاملاها مظبوط قوي. مال يعني طعمها في ايه؟ مفيش. المهم روحي اعملي كوبايه شاي عشان ابلع طعمها. عملتي صح مع الواد اللي انت بتحبيه؟ ابدا، لسه ما حسش بيا. عشان انت غبيه واكيد ما عملتش الكلام اللي قلت لك عليه. انا اللي غبيه برضو؟ عندك حق، لازم اكون غبيه عشان اعرف واحد زيك. وبعدها راحت على بوفيه الشركه. عجبته الكيكه مش كده؟ ابدا، بيقولي وحشه جدا. بجد انا مش عارفه البني ادم ده عامل ازاي كده، انا زهقت منه والله. احسن انت اللي جبتي الكلام ده كله لنفسك، قلت لك كبري دماغك منه. وبعدها دخل شريف. صباح الخير يا نساء اسماء، عامله ايه النهارده؟ يا رب تكوني بخير. تحبي اعمل لك اي حاجه؟ ايه ده؟ ماله الواد ده؟ انت كويس يا شريف ولا فيك حاجه؟ انا في احسن حال والله، بس يا رب تكوني بخير انت يا نساء اسماء. لا انا مش بخير ومش طايقه دبان وشي. واقول لك بقى حاجه، ابعد عني بقى لان انا مش ناقصه. وبعدها اسماء دخلت عند محمد. كويس انك جيتي دلوقتي. ايه رايك بقى نخرج ونتغدى بره مع بعض النهارده؟ انت طبيعي يا محمد؟ انت كويس يعني بجد عايز تخرج معايا؟ طب ايه رايك نخرج دلوقتي؟ لا ما ينفعش، خليها بالليل. انا خلاص عرفت اللي بالك مشغول بيه. ازاي طول الفتره دي ما كنتش حاسس؟ انا حاسه ان قلبي هيقف يا محمد والله. بجد حاسه ان في حاجه مش طبيعيه. معقول؟ انت بتتكلم بجد؟ يلا روحي بقى على شغلك وخلي اي كلام بالليل. بقول لك ايه، بالليل بقى بيلبسي فستان احمر، لزوم الروشنه يعني. بص هو انا ما عنديش، بس هنزل اشتري، مفيش مشكله. محمد بجد مش عارفه اقول لك ايه. خلي اي كلام بالليل. بقول لك ايه، انا هبعت لك العنوان على الواتساب عشان يعني تعرفي المكان. تمام مفيش مشكله. وخرجت اسماء وهي فرحانه قوي انه خلاص بدا يحس بيها. مالك يا زفت قاعده كده ليه؟ ويا اختي الهدوم اللي مرميه على السرير دي؟ ما هو انا عارفه حظي، نزلت النهارده كذا محل عشان الاقي فستان احمر ومش لاقي اي فستان خالص باللون ده.
ها؟ فستان احمر؟ وانت من امتى يا اختي اصلا بتحبي اللون ده؟ ده اللون ده كان بيعقدك. بقيت احبه يا ماما، بقيت احبه. انا بقى عايزه البس فستان احمر النهارده، ماليش دعوه. لا، انت فيكي حاجه مش طبيعيه وانا مش قادره افهم في ايه بالظبط. المهم الاكل جاهز، عامله لك حته محشي ومكرونه بالبشاميل، انما ايه، هتاكلي صوابعك وراهم والله. لا مش هينفع اكل كتير النهارده، انا عايزه ابان رشيقه كده. المهم انا طالعه عند بنت خالتي، هشوف يعني عندها فستان احمر. وفي البيت الام خرجت من المطبخ وشافت محمد قاعد قدام التلفزيون. انت ايه يا ابني، كفايه بقى مسلسلات هندي، حرام عليك، ده انا زهقت. وبعدين مش المسلسل ده خلص من كام يوم؟ خلص، بس هو كان عاجبني قوي، فانا بقى بتفرج عليه من على النت. وخرجت ليلى. وانا بقالي ساعه بقول النت مهنج ليه؟ يا ابني بقى حرام عليك اللي انت بتعمله ده، هو النت ده بتاعك لوحدك؟ عشان تعرفي بس انك كدابه، انا حملت المسلسل عندي وبتفرج عليه دلوقتي. ما هي قول لي بقى، حملت كام حلقه على كده؟ تري البوكه مش مكمله 250 وفاضل 50 حلقه. صبرني يا رب. هو انت ايه يا ابني غبي، جايب الدماغ دي منين؟ وبعدها تليفون الام رن. الو، ايوه ازيك يا دعاء؟ مالك يا بت عماله تعيطي ليه؟ اهدي شويه. ايه امك؟ طب في انهي مستشفى؟ طيب انا جايلك حالا. ايه يا ماما مالها خالته؟ تعبانه قوي في المستشفى، وانت عارفه بنت خالتك مش بتعرف تتصرف لوحدها. البسي بسرعه وتعالي معايا، وانت يا استاذ تقعد هنا، واول لما ابوك يجي تقول له يجينا على المستشفى. لا، ما انا ما ينفعش اسيب 2 ستات يمشوا لوحدهم في الوقت زي ده. اصبر انا هلبس واجي معاكم. انت بالذات مش هينفع تيجي معايا خالص، ما انت عارف خالتك مش بتطيق كده تشوفك قدامها. احسن برضو خلينا اتفرج على الحلقه رقم 132. مش عارفه انت ازاي بيجيلك خلق تتفرج على الحلقات دي كلها. وشويه وقف محمد وقام يلبس، واتصلت بيه ليلى. ازيك خايتي، عامله ايه؟ لا بقول لك ايه، ما ينفعش خالص المسلسلات التركي تطفح عليك الوقت ده. خالتك توفت واحنا جايين عندنا، لان ماما صممت خالتك تخرج من هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. هي خالتي خارجه ورايحه فين؟ ولا اهدى كده قول هديت، انا مش ناقصاك كفايه بنت خالتك اللي كل ما فوقها يغمى عليها. ماشي بقول لك ايه، اقفلي السكه وبعدين ابقى اكلمك. وقفل معاها، وبعدها دخل على اوضه اخوه عماد. ايه ده، في ايه؟ في حد يدخل على حد بالطريقه دي؟ بقول لك ايه، خالتك اتوفت، قوم معايا يلا نخرج السرير بتاعي وبتاعك في الصاله. وعلاقه ان خالتك تتوفى بان احنا نخرج السراير بره؟ هتعرف كل حاجه بعدين، اخلص بسرعه ويلا تعالى، ايدك بايدي يلا نخلص يلا. وفعلا عملوا كده. وبعدها دخلت الام ودعاء وليلى. بس يا بنتي بلاش تعملي في نفسك كده، حرام عليكي. امي راحت يا خالتي، ما بقاش لاقي حد خالص، اعمل ايه بس؟ وحدي الله يا بنتي. الله، لا اله الا الله، اللي خرج الحاجات دي هنا اكيد ابنك المحروس، انا عارفه عمل كده ليه. وبعدها دخلت الاوضه. في يا بنتي، في حد يدخل على حد كده؟ مش المفروض تخبطي الاول على الباب؟ انت اللي خرجت الحاجه دي في الصاله عشان ما يدخلوش خالتك اوضتك، مش كده؟ واتفقت مع عماد كمان ان هو يعمل كده، صح؟ بقول لك ايه يا ليلى، انت طول عمرك قلبك جامد وعادي جدا لو حد عمل اي حاجه. انا بقى بصراحه بخاف، ومش هينفع خالتك تخش الاوضه دي. من فيك ايه، جسم كبير بمخ صغير، الله يسامحك. هي خالتي جت معاكي؟ لسه، ابوك بيخلص الاجراءات هناك وهيجيبها ويجي، بس لما يجي هيطين عيشتك على السراير المحطوطه في الصاله دي. وبعدها سمعوا صوت الناس في الصاله. حقكم عليا يا حبايبي، انا كنت بس بروق الشقه وكنت مخرجه كل حاجه. وبعدها بقى جالي الخبر، اقعدوا بقى واستريحوا. منك لله يا محمد، انت وعماد اعمل فيكوا ايه؟ بقول لك ايه يا عم، ما حدش بيعرف يسكت اسماء غيرك انت، اخرج لها بقى وحاول تهديها شويه. لا انا لا يمكن اخرج للبت الملزقه اللي قاعده بره دي، اخرجي بقى وسيبيني. وبعدها خرجت واتصلت اسماء بيه. اخصى عليك يا محمد، انا بقالي ساعه عماله اتصل بيك وانت مش راضي ترد عليا خالص. انا خلاص وصلت الكافيه، انت فين؟ يا خبر ابيض، انا نسيتك خالص. معلش، اصل انا حصل عندي حاله وفاه ومش هينفع اجي، بس ايه، في مفاجاه بقى تخش عليكي دلوقتي. البقاء لله. طب مين اللي توفى؟ ومفاجاه ايه دي اللي انت بتتكلم عليها؟ وبعدها شريف دخل وقعد. انا المفاجاه. معقوله طول الفتره دي كنت بتحبيني ومش عايزه تقولي لي؟ بجد انا مش عارف ازاي كنت عبيط قوي كده. ايه الكلام الأهبل اللي انت بتقوله ده؟ مين ده اللي قالك كده؟ بطلي كسوب بقى، ما انا خلاص عرفت كل حاجه. واللي قال لي الكلام ده محمد. بجد والله انا بحبك من زمان، وكمان كنت بتمنى توافقي عليا، وما كنتش اعرف بقى ان انت بتحبيني انت كمان يا خبيثه. يا لهوي، ايه الغباء ده؟ معلش يا شريف، انت بس فاهم الموضوع غلط خالص. انا ما قلتش كده لمحمد، وما اعرفش هو ليه قالك كده. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ ده حتى لسه منزل لنا بوست انا وانتي، والشركه كلها علقت عليه. يا لهوي، استر يا اللي بتستر. وبعدها فتحت التليفون وشافت بوست من عند محمد وبيقول: يا جماعه الكل يبارك لاسماء وشريف لانهم خلاص النهارده قروا الفاتحه.
يا لهوي يا لهوي يا لهوي، منك لله يا بعيد. بقول لك يا شريف، انا لازم امشي دلوقتي، معلش ورايا مشوار مهم جدا. اوكي. وبعدها مشيت. محمد كان واقف ودخل مندوب. العزا بتاع الرجاله هيكون تحت يا عم الحاج، اتكل على الله وانزل دلوقتي. لا والله يا فندم، انا مش جاي عشان عزا خالص، انا المندوب اللي جاي اسلم الاوردر ده للاستاذ محمد عواد. معقوله وصل النهارده؟ الله، ده انا نفسي فيه من زمان قوي. شكرا. شكرا ليه حضرتك؟ انا عايز تمن الاوردر 750 جنيه، ده غير التوصيل يعني، هو كلك بقى مفهوميه. صحيح، انا نسيت ان انا لازم ادفع الفلوس. طيب اصبر بس. وبعدها راح جاب له الفلوس وخد منه الهدوم ودخل ولبس هدوم زي بتوع الهنود بالظبط. شاروخان شاروخان مفيش كلام، وقعد يغني ويرقص. وبعدها دخلت ليلى. بقول لك ايه، انت تخرج وتسكت الزفته اللي بره دي، انا دماغي وجعتني منها خالص. ايه ده؟ انت ايه اللي عامله في نفسك ده؟ ايش رايك خيتي في لبس الجديد؟ هو انت عبيط يالا يا ابني بقى، حرام عليك والله اللي بتعملوه فينا ده. بقول لك ايه، البنت دعاء دي هتلاقي حاجات عندي، لما اخرج اسكتها بيهم. وبعدها خرج وقعد جنب دعاء. يا بنتي ما تعمليش نفسك كده، ما كلنا رايحين بقى، وانت ان شاء الله شويه وهتحصليها. اقصد يعني ربنا يديكي طول العمر، وخلاص بقى بطل عياط. ما تعرفش يا محمد كان نفسها تفرح بيا ازاي، كانت نفسها تشوفني عروسه مع الانسان اللي بحبه. الحمد لله راحت قبل ما تشوفك. بقول لك ايه، خلاص بقى انا مش قادر لكل ده. وبعدها دخل الاب. بقول لك ايه يا حاجه، احنا خلاص جبناها تحت، هندخلها فين؟ ايه ده؟ اللي خرج السراير بتاعت العيال، ازاي خرجوا في الصاله كده؟ اعمل ايه لعيالك، هم اللي عملوا كده عشان ما دخلهاش اوضتهم، فدخلها بقى اوضتي وخلاص. والله العظيم حسابهم معايا كبير قوي، بس لما اخلص اللي بعمله ده. ايه ده؟ وايه المحروس لابسه ده؟ انا زهقت منهم والله، ابقى اشوف حل معاهم بقى بعدين. بقول لك ايه يا حاج، انا هنزل اجمع لك كده الخشب تحت، واجيب لك البنزين بقى والنار عليا كمان. نعم يا اخويا. ودول بقى ان شاء الله انا اعمل بيهم ايه؟ هتجيبهم لي ليه؟ اصل انا بقى ناوي اعمل في خالتي زي ما الهنود بيعملوا بالظبط، اقصد يعني لما حد عندهم بيتوفى. ياه، تخيل بقى هنبقى احنا الناس الوحيده اللي عملت كده في مصر. عارف يا محمد لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي انا هعمل فيك ايه؟ اخفي من قدامي. يلا اخفي احسن لك، امشي. وبعدها مشي وخلصوا الاجراءات. وبعد العزا اظن ما ينفعش يا دعاء يا حبيبتي تروحي تعيشي لوحدك في البيت ده كله، خليكي عايشه معانا هنا. حاسس بمصيبه جايالي يا لطيف يا لطيف. وهي دعاء بقى هتقعد فين ان شاء الله يا ماما؟ اكيد يعني مش معايا في الاوضه بتاعتي صح؟ لا، احنا هندخل سرير عماد عند محمد وهيباتوا هما الاتنين مع بعض. وانا مش جايه هنا عشان الخبط لكم حياتكم. خلاص يا خالتي سيبيني، انا هرجع البيت وهبقى من الوقت للتاني هبقى اتصل بيكي. طب والله دي احسن حاجه تعمليها. اخرس انت غبي ولا ايه؟ جلمت. لا طبعا ما ينفعش تعيشي لوحدك. بقول لك يا ماما انا داخله انام، اصل لازم اروح الشغل بكره بدري، يا ريت تصحيني بدري. ها، هو من امتى النشاط اللي انت فيه ده؟ ومن امتى اصلا بتحب تروح الشغل بتاعك؟ هو انت ناويه تقعدي هنا قد ايه؟ ها، انا مش هطول عندكم باذن الله، هبقى احاول اشوف شقه هنا يعني شهرين 3 كده وهفرشها وبقى اكون قريبه منكم. وانا بقى لمده الشهرين 3 دول هروح الشغل بدري. كله بصله بصدمه. منك جلنف. وتاني يوم راحت اسماء الشغل والكل كان عمال يبارك لها. شفتي اللي حصل واللي بينزلوه على النت من امبارح؟ بجد انا مش قادره اتصور البني ادم ده ازاي كده. ده انا كنت مكسوفه جدا ان انا اجي الشغل النهارده، مش عارفه اعمل ايه بجد، مش عارفه ابص في وش اي حد. بقول لك ايه، كفايه بقى اللي انت عماله تعمليه ده، واسمعي كلامي واسمعي انا هقول لك ايه بالظبط. وبعدها دخل محمد. ها بقى ايه رايك في السهره امبارح؟ عايز تعرف رايي؟ تمام. ايوه يا ريت، ده انا طول الليل بقى عماله اتخيل ازاي تشكريني. خلص كلامه واسماء نزلت عليه بالفاظه. وبعد شويه فاق محمد في المستشفى وكانت اسماء جنبه. انت مجنونه، ايه اللي انت عملتي فيا ده؟ بقى انت اللي زعلان عشان عملت فيك كده؟ امال انا اعمل ايه بقى؟ ده انت خليت سيرتي على كل لسان في الشركه، ان شاء الله عدمك لو كنت عملت حاجه في سمعتك اصلا. كمان بتدعي عليا؟ طب اعمل فيك ايه بس؟ اعمل فيك ايه؟ ولا تعملي اي حاجه، قولي لي بس انا عملت ايه عشان افهم. هو انت اصلا بتفهم؟ ما انت لو بتفهم ما كانش ده بقى حالي. يا بني ادم انا كنت بلمح لك اني بحبك، وانت تروح بقى تقول لشريف ان انا بحبه، وكمان ايه تخليني البس له احمر؟ نعم بتحبيني انا على يا اختي؟ مش عارفه بس خلاص انا جبت اخري منك، فيلا بقى جيب اهلك واتجوزني. اتجوزك منين؟ هو انا اصلا اللي هاكل؟ ده المرتب مكفيني بالعافيه يا عسل انت. ماليش فيه، اقسم بالله يا محمد لو الخميس الجاي ما جيتش وخطبتني اقسم بالله ما تعرفش انا هعمل فيك ايه. هتعمل ايه يعني؟ انا مش بحب المفاجآت. ما تعصبنيش، الخميس تكون عندنا، والا بقى مش هتطلع من المستشفى دي خالص، مفهوم؟ بس انا مش عندي شقه. بطل كدب، انت قلت لي ان باباك قبل كده جاب لك انت شقه واخوك شقه وبتدفعوا الاقساط بتاعتها من مرتبكم.
طب يرضيك يعني تتجوزي على شقه باقساط؟ اصبري شويه. انت هتستهبل؟ انا لازم اتجوزك، انا سمعتي باظت، انت لازم تصلح اللي انت عملته ده، فاهم ولا ايه؟ والله فاهم، بس ممكن اروح اقول لاهلي الاول؟ انا هسيبك تمشي. بس كتر الف خيرك. فين بقى الكوتشي بتاعي؟ استنى يالا ما تقطعنيش. انا اسف، اتفضلي كملي كلامك. لو لعبت بدلك يا محمد وما جيتش يوم الخميس تخطبني والله العظيم هخليك ما تنفعش في اي حاجه، مفهوم؟ حاضر يا اسماء، بس ممكن يعني تبطلي تبقي عامله كده زي رازيه. مين رازيه دي كمان يالا اللي انت بتشبهني بيها؟ ها؟ الشريره اللي في المسلسل الهندي اللي انا بتفرج عليه. ارحمني بقى. قوم فزي يلا، تروح بقى تقول لاهلك وتاكد عليا والا هتلاقيني فوق راسك. فعلا محمد رجع البيت وكانت عيلته كلها قاعده، وقامت دعاء بسرعه. ايه ده؟ مال دماغك؟ وايه اللي عمل فيها كده؟ اوعى يا دعاء، انا محدد هدفي وشايف قدامي بالعافيه. طب تعالى انا هسندك، هات ايدك. عماد تعالى سندني انت يا عماد. هو انت بتزعل ليه؟ ما انا قاعد قدامك اهو. وساكت ليه؟ لم البت دي. هو انت قلت لها ولا لسه؟ يالا اسكت يالا، هتفضحني. انا هفضحك ليه؟ ده انا هساعدك. بابا انت شايفني يا بابا؟ يا رب صبرني يا ابني، انت المخبوط في دماغك مش انا. ايوه شايفك، عايز ايه؟ انا وعماد يا بابا عايزين نتجوز. روح يا شيخ الله يسترك، انا اول مره اسمعك تقول حاجه مهمه. انا هتجوز اسماء ومحمد بقى يتجوز دعاء الاول قبل ما تتجوزوا. فين بقى قسط الشقه؟ انا البومه بتاعتي موافقه على الاقساط دي، وانت بقى يا دعاء ايه رايك؟ سلامة نظرك. دعاء سابت الاكل وقامت. هي زعلت ليه؟ عماد روح صالحها انت. الله عماد انت رحت فين انت كمان؟ يلا انت جاي لابس لي نضاره شمس وعامل لي اعمى؟ في يلا انت فاكر نفسك طه حسين ولا ايه؟ يا غبي، برضه عماد اتكسف ودخل اوضته. عماد اتكسف؟ المهم انا الخميس الجاي هروح اخطب. هتقولوا لي بقى مين اسماء وليه؟ هقول لكم عشان خايف على عمري. انت عبيط يا ابني؟ بس انا لقيت الحل. انا هكلم دكتور امراض عقليه يتصرف هو معاك، انا على اخري والله بكلمكم جد. البومه بتاعتي دي عشان تعترف بحبها ليا عملت فيا زي ما انتوا شايفين كده. والله انا متاكده انها كانت عاقله وحصل لها حاجه فبقت بتحبك. لا الحقيقه هي كانت عاقله وبنت ناس، بس اتحولت لما حبتني. انا كنت فاكرها بتحب واحد صاحبي اصلا وخطبتهم لبعض. ينيلك يا واد. طب كويس والله، وجت على انها فتحت دماغك وبس. وفي بيت اسماء كانت بتكلم سمر وعماله تضحك. مش قادره، ده خاف مني بجد. ده كلمني واكد عليا الميعاد. مش مصدقني، خلاص هتجوزه. يا بنت ما انا قلت لك اللي زي ده مش عايز تلميحات رومانسيه. انا بحبه قوي يا سمر، ما اقدرش اعيش من غيره. المهم اقفلي، هروح اقول لماما بقى على الاخبار دي. وفعلا عماد قري فتح الدعاء اللي ما صدقت اي عريس وسلامه. ومحمد بقى راح هو باباه ومامته عشان يخطبوا اسماء وقعدوا مع مامتها. وكان محمد قاعد وخايف من اسماء قوي. انا اسماء قالت لي كل حاجه يا محمد، بنتي مش بتخبي عني حاجه خالص، وقالت لي بقى انك بتحبها قوي وما تقدرش تعيش من غيرها. والله يا طنط انا مش بحب بنتك ولا اصلا بطيقها. وبعدين قطع كلامه. بصت اسماء كانت بصله بشر وعصبيه. بعشقها، بعشقها، يعني من كتر حبي فيها اتجوزتها في السر. يلا انت ايه اللي بتقوله ده؟ ما تاخذناش حاجه ام اسماء. المهم احنا جايين نخطب الانسه اسماء لمحمد ابننا. وانا موافقه، هو انا ليه احسن من الاستاذ محمد؟ ده انت ما تعرفش اسماء بتقول عليه ايه. الناس السهله دي ما قالتش حتى فكر. يا واد اكتم بقى، فضحتنا. انا عارفه هجيبهم فيك ايه، ده انت معفن وغبي. طنط طب انا بقى مش هجيب دهب. يا اخويا هو مين اصلا بيجيب دهب اليومين دول؟ وبعدين حتى لو جبت ما هو برضه في بيتك. في بيتي. طب انتوا بقى عليكم السجاد والستاير والعفش وكل حاجه، انا مش هجيب حاجه. انا مكفيه يا اسماء جهاز من الابره للصاروخ، مش ناقص بس غير هدومك واحنا هنجيبها لك. طب انا بقى هتجوز عند امي وابويا ومش هسيبهم. لا يا اخويا اتجوز بعيد عننا. ايوه احنا مش عايزينك. انتوا متدربين عليها بقى. يا اخويا ده البت اسماء بتموت في اللمه، يعني مننا انا وهي يعني طول عمرنا لوحدنا. انا اعترض، انا مش بتاع جواز على طول، انا عايز خطوبه وسكت لما اسماء بصت له. بهزر، انا بهزر. جوزوني يلا، ما تبرقيش خلاص، قلت جوزوني. طيب يا ام اسماء تعالي كده نقعد في البلكونه شويه يا اختي ونسيب بقى العرايس يتكلموا. لا ماما والنبي اوعى تسيبيني لوحدي معاها. اتوكس يا واد، ده البت زي القمر والله يخسر فيك. مد ايدك يا عريسي وما تتكسفش كده وكل جاتوه. ماليش نفس اسماء. وانا قلت يا محمد تاكل جاتوه يعني هتاكل جاتوه. يلا كل. حاضر يا اسماء، منك لله اشوف فيك يوم. زعلان قوي انك هتتجوزني؟ ما انت لازم تصلح الغلط بقى. وانا مالي يا اختي؟ ما انت اللي غبيه. انا برضو اللي غبيه؟ ليه؟ انا رحت يعني قلت لواحده تانية انك بتحبها وكمان انزل بوست وابارك فيه؟ ده انت ايه ده؟ وانا اعرف منين يعني؟ ما كنتش فاكر انك وقحه كده لدرجه انك بتلمحي عليا. ولا من دي اللي وقحه يا مش انت اللي قصدها. وبعدين طالما بتحبيني ليه ما جيتش وقلتيلي انك بتحبيني؟
طب انا راضي ذمتك بقى، انا واحد ينفع مع التلميحات؟ معاك حق، الغلط مني عشان انا حبيت واحد غبي زيك. ايوه انت صح، انا هاخد اهلي وامشي وهبقى ابعتلك شريف بقى، هو بيحبك قوي. اترزع والله لو اتحركت لا اروح فيك في داهيه، انت حر. طب معلش يعني لو سمحتي هاتي لي ميه عشان اشرب، عطشان. طب خليك مكانك اوعى تتحرك، هجيب لك الميه وجايه. هروح فين يعني؟ هو انا اقدر اسيب الحلويات دي كلها وامشي؟ وجي يمشي بس لا اسماء في وشه. يا ماما انت طلعتي لي منين؟ مش كنت في المطبخ؟ ومش بس كمان هربان، ده بالجاتو كمان. ما انا مستلف تمنه، احنا اخر الشهر ومش معايا فلوس اسماء. الصبر، اصبر عليا والله لو اوريك. الحقوني الحقوني يا ناس، يا ماما ده عايز يحضني يا ماما. ايوه الحقونا ده عايز يحضنها. ايه ده؟ انت تقصدي مين؟ بقى دي اخرتها، عايز البت كده من غير جواز؟ اخصى عليكوا على ربك يا ولا. بقى كده يا ابني انا ربيتك كده؟ محمد بص وراه. احلفوا انكم بتكلموني انا ما عملتش حاجه، البت دي هي اللي بتتبلى عليا. انا مش كدابه، هو قال لي عايز ميه اشرب وجي ورايا وعمل اللي عمله بقى. انت يا واد انت قلت لي انك عايز ميه؟ ايوه بابا قلت كده بس عشان بس هكلم مأذون يجي بلو الشربات يا جماعه. مأذون؟ يا لهوي منك لله اسماء انت وامك. وبعد سنتين كانت اسماء قاعده في بيتها ومحمد دخل وكان ماسك الشنط اللي فيها الخضار وبيكلم في نفسه. في حاجه؟ ايوه في حاجه. مالك يا محمد انت بتكلم نفسك كده ليه؟ لسه بدري قوي عليك يا حبيبي. في حاجه نسيتها، خدي شوفي كده هي دي الطلبات ولا في حاجه ناقصه. على الله تكون ناسي حاجه، والله يخليك تنزل تجيبها. نزلوك يا قبر وقفلوا عليك يا بعيده. محمد بتبرطم بتقول ايه؟ على العموم انت مش ناسي حاجه، بس هو انت عديت على ماما ولا على حماتي وانت جاي؟ لا انا ما عديتش على حد. انت ليه بتسالي؟ يا نهارك مش فات، امال ابننا فين؟ وانا اقول ناسي ايه؟ دقيقه واحده بس انا نسيته نايم في العربيه، هجيبه واجي. يا نهار مش فايت، انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ ورجع محمد ومعاه ابنه. امسكي شوفي هو ده ابنك ولا مش هو؟ هات يا رخم يخرب بيت اليوم اللي حبيتك فيه. ايه ده؟ معاكي حق حبيبتي. اتلم يا محمد بدل ما اقوم لك. وانا كمان يا قلبي بحبك قوي، خليكي قاعده بلاش تقومي، القعده حلوه. ولحد هنا خلصت القصه خالص، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.